جنود ابوك يعان طردوا الحلمان، جنود ابوك يعان طردوا برهان، جنود ابوك يعان طردوا الكيزان، جنود ابوك يعان دمروا العدوان، جنود ابوك يعان الحرر السودان، جنود ابوك يعان. تحيه لجنود ابوك يعان يا اخ، مبروك الف مبروك الانتصارات يا اولاد يا اخ. امبارح دي جقمه من امها وجع كاكلوا ادانهم صميمه ومسياله واللفنس رجع، والله العظيم رجع ابيض. الجنة موفزر بيجري جري شاي علينا معنا الفزر دينا ننفنس وقالكم يموت صدره ده اللي قدامه يتدنقس، وحاط الله طاط شرب، وحاط الله موديل 26 ما يلحق. وحاط الله موديل 26 شت نف بنزين عليه الامام ما يلحقوا. الجنة يتدنقس دنقاس جد. مبروك الف مبروك يا فتك متك عفر دفن قطف لطف يا اولاد. واقسم بالله امبارح دي جخمه، اللهم صل على النبي، تسر الناظرين يا بشر. مبروك الف مبروك الانتصارات يا. انا قلت لكم الكيسان ده جوطتهم بتاعت الميديا دي بيبي وعادل ما عارف لك عادل امام ولا هو جوده امام ما عارف هنا ده دين اسمه الزواطي ده، وما عارف لك كاش النيل. دي كلها عبارة عن تمويه وخطط مدروسة. الخطة الأولى دقة المشتركة والزواطة درع الحريم ده دقهم في بعض، فهمت؟ والفضل بخلصوا عليهم ومسيرات. ده كله فهمهم، ده فهم الكيزان الأمة الكيزان اللي بالصح. والخطة الثانية تمويه الأشاوس وبرودهم بنفس الموضوع ده عشان يقدروا يهاجموا في أي محور كان يحققوا له الانتصار. والخطة دي كلها احنا كاشفينها، والخطة الثانية كاشفينها. فيبقى يا حلوين ما في لكم نصر، وقسما وعظما ليوم الدين مصر ما تشوفوه ولا تشموا ريحته دي كدي، فهمت؟ تنفتكوا تتحكوا بس بكله فتك متك حفر دفن قطف لطف. حرب اقتصادية ما عندنا لكم حاجة بالدين وإيمان. شفت السودان ده يعني احنا يا انتم، لكن الاثنين سوا معا مستحيل يا كيزان السجن. فتك متك شاوس يا خمتك والعفن ازول عدل غير المتك ما عنده كله اي حاجة، ما في حاجة يا زول هاي. والحاجة الثانية اللي لفتت نظري الشديد بالمناسبة، يعني شفت الفلنقات ده اليداب خن عمل بيجي يستوعب. زمان يقول لهم كده قال ايه جيش نواي شاب نواي انينا قوات مسلحه الطيله الارض الطيله النقو الطيله هو درهرين يا فكروم شغله ما كده قال ايه كده جماعتك يداب نتحت لهم في نص دقنوسنا الماكن. لا دم سرده تستاهلوا والله العظيم، تستاهلوا اكتر من كده. بعدين يا بيبي انت قلت ان عرب دارفور عنصريين، شفت العنصر اللي الله خلقها وين؟ احنا على فكره ناس دارفور ما عنصريين، وقسما بالله ما حصل، مش هنا والله ما حصل عندنا شاعر سايد طلع نبذ نفس النبذ اللي نبذوه الناس دي. وكدي احنا ما فارق معانا. تحيه للقواهل، المهم ان احنا معاكم بل بس